السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ضمن السلسلة ديال المأكولات الصيفية والمبردات الصيفية. واليوم رجعت لكم بآيس كريم او غلاس او مثلجات بأربع أشكال سهلة لذيذة في المتناول، سريعة، بدون آلة، بدون كريمة. دابا على بركة الله غادي نبداو في طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبه للكلاص الاول غادي نحتاجو الموز المجمد، تقريبا عندي هنايا واحد 3 حبات ديال الموز مجمد كبار. احنا غادي نستعملوا فيه الفواكه، هاد الانواع ديال الكلاص كلها غادي نستعملوها بالفواكه المجمده، يعني ما غادي نضطروش اننا بغينا نستهلكوها مباشره من بعد ما توجد نستهلكوها. غادي نوضعوه في واحد الخلاط الكهربائي اللي كيكون قوي ضروري، لان الاشياء كتكون مجمده كتكون قاصحه. غادي نضيفوا ليه الكراميل، تقريبا واحد 2 معالق ديال الكراميل حتى 3 حسب الذوق. كراميل اللي كتحضروا او كتشريوه. اخوات اللي غادي يطلبوا مني الكراميل انا فيت حضرته لكم في القناه، غادي تلقاو عندي في القناه. غادي نطحنوا الكل حتى غادي نسجم لنا العناصر مزيان مزيان مزيان، انه كيتطحن بسهوله وصحيين، يعني ما فيهمش اي مواد اخرى او اي ملونات طبيعيين. غادي نوضعوه في واحد الاناء، واحد البواطه، وغادي ندخلوه الثلاجه حتى كيتجمد مزيان. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تقدموه للعائله او الاولاد مباشره، يعني بلا ما بغيتوش تجمدوه ما كتجمدوش. انا غادي نعملهم لانني غادي نحضر انواع اخرى. من بعد غادي نضيف ليه الشوكولات مقطع، اي نوع ديال الشوكولاته عندكم، وغادي نحرك غير شويه من ما ينسجم ليا لداخل، وغادي نقفل عليه وغادي ندخلوه للمجمد. هكذا يعني غادي نحصلوا على واحد انواع ديال الايس كريم في ظرف وجيز، سهلين طبيعيين بدون ملونات او مواد حافظه. وهذا بعد ما كيوجد انا خليته غير شويه، ثم يمكن لكم تخليوه حتى اكثر، توجدوهم تعملوهم في المجمد. دابا غادي نمروا باش نحضروا النوع الثاني اللي غادي نحتاجوا ليه تقريبا واحد زلافه كبيره ديال الفواكه المجمده الحمراء. عندي هنايا الفريز، التوت، يعني الفواكه الحمراء. يمكن لكم تكتفوا غير بالفريز او التوت البري او تخلطوا بجوج. وغادي كتحليه غادي نستعملوا الحليب المركز المحلى، يعني بمكونين فقط يمكننا نحصلوا على ايس كريمات اللي هي روعه 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 او كلاس. غادي نوضعوه حتى هو في الخلاط الكهربائي. بالنسبه لهاد الحليب المركز المحلى اختياري، يمكن لكم تعملوا العسل، يمكن لكم تعملوا اي حاجه بغيتو نتوما. يمكن لكم تخليوه هكذاك اللي ما كيبغيش السكر، والناس اللي عندهم السكري يمكن لهم يخليوه بدون اضافه اي شيء من المحليات، او يمكن لهم يضيفوا المحليات الخاصه بامراض السكري. غادي نطحنوا الكل مزيان. وهذا بعد ما كيوجد الدور ديالو حتى هو غادي نعملوه في واحد البواطه ونشتو معايا. يمكن لكم تقدموه مباشره للعائله والاولاد كما قلت لكم. شفتوا تيكون كيجي كريمي، رغم اننا ما عملناش فيه الكريمه، صافي حتى هو غادي نعملوه ونوضعوه جانبا في الثلاجه. انا كنعرفوا دابا الحال سخون. وهذا بعد ما كيوجد كنوضعوه في الكؤوس او في ليكورني اللي كنشريو، يعني حسب الذوق. يمكننا كنوضعوا كل كاس فيه نكهه او كنوع ما بين النكهات. كيجي رائع لذيذ صحي جدا وسريع التحضير، بدون ماكينه، بدون بيض، بدون اي شيء اخر. شتو معايا هو دابا راه عندي ثلج مزيان. قدموه بالصحه والراحه، كيجي رائع رائع بزاف وصحي. بالنسبه للمثلجه الثالثه غادي نستعملوا فيها الخوخ، اي نوع ديال الخوخ، الاصفر هذا عندي او تكون برتقالي على احمر. وغادي نستعملوا كتحليه قليل من السكر سنيده او العسل او بلاش او سكر البني او اللي بغيتو، واحد العصره ديال الليمون الحامض. هادو هما المكونات، يعني مكونات بسيطه واشياء يكفي اننا نكونوا مجمدين الفاكهه في المجمد، نكونوا كنشريو الفاكهه كنقطعوها وكنعملوها في اكياس، ومن بعد كنحضروا واحد الايس كريم او الكلاص اللي بغينا نحضروا مثلجات بغينا نحضروا على هذا الشكل كنحضروا على هذا الشكل. بغينا نضيفوا لهم شويه الكريمه كنضيفوهم. غادي نضيف ليه واحد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال عصير الليمون الحامض، وغادي نطحنوه حتى هو الدور ديالو حتى غادي ينسجم مزيان. شفتوا معايا كيجي رائع طبيعي صحي. يمكننا نقدموه مباشره بدون تجميد لان الفواكه عندنا مجمده. كما يمكننا نوضعوه في علب. هو هذا من بعد ما كيتجمد مزيان من الاحسن نخليوه دابا يتجمد مزيان. دابا الحال سخون وكنقدموه في كؤوس
وكنزينوه باش ما بغينا. الكلاص الرابع او المثلجات الرابعه غادي نستعمل الاناناس، واحد الزلافه كبيره ديال الاناناس، وغادي غنستعملها لكم على طريقتي. غادي نستعمل فيها واحد القطعه ديال الزنجبيل او سكينجبير طري، وبضع حبات ديال النعناع، واحد العصره ديال الليمون الحامض، والسكر حسب الذوق او العسل الحر، او كتخليوه هكذاك اللي بغيتو، او سكر بني اللي متوفر عندكم. يمكن لكم تعملوا السيرو، السكر كديروا بحال السيرو كطحنوه، يعني راه نفس النتيجه. كنوضعوا الكل في الخلاط الكهربائي. نحاولوا اننا ما نكثروش النعناع بزاف باش ما كيغلبش النعناع النكهه ديال الاناناس ديال الفاكهه. نضيفوا غير واحد جوج وريقات صغار ديال النعناع، حبتين فقط من اوراق النعناع. وكنضيفوا الزنجبيل الطري، اللي ما عندوش الزنجبيل الطري يمكن يدير في الزنجبيل بودره، العصره ديال الليمون الحامض، وكنخلطوا يعني ولا اسهل. شفتوا معايا انه كيولي كريمي بحال ضايفين ليه الكريمه، ولكن حنا ما عملناش فيه الكريمه. شفتوا معايا بعد ما كيتطحن هذا الاناناس كيولي ان الشكل ديالو كيجي كريمي. هو هذا بعد ما كان كيقبض في راسو مزيان وكيتجمد. كنقدموه في الكؤوس، سهل طبيعي رائع. ايس كريمات او الكلاص المثلجات السريعه والسهله وفي المتناول والاقتصاديه. دائما كنجيب لكم وصفات سهله سريعه اقتصاديه في المتناول. نتمنى انه يعجبكم. هذا ديال الفواكه الحمراء الاول اللي عملنا في الموز، كنزينوه بالصلصه ديال الفواكه الحمراء اللي عندكم. الموز كنزينته بالكراميل من الفوق. شفتوا معايا دابا الجو سخون بدا كيذوب. وديال الخوخ كنزينو بالخوخ، يعني التزيين حسب الذوق. هما هادو نقدمهم لكم بالصحه والراحه. ما تنسوش اخواتي تبارطاجيو الفيديو ضروري باش تحمسوني ونعطيكم وصفات اخرى بحول الله. وتجربوا هذا الايس كريم هذا، وتخلوا لي التعاليق ديالكم. فيه تحضرت لكم جوج انواع ولا اروع، غتلقاوهم عندي في القناه. تبقاو على خير والى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.